تخيل تلاقي شاشه واحده تغنيك عن 90% من شاشات الشغل والجيمنج اللي موجوده في السوق، بل كمان تغنيك عن سيت اب الشاشتين اللي بيشوه شكل المكتب بتاعك، بل وتديلك ميزه جباره تخليك تشوف اعدائك من غير ما هم يشوفوك، والاهم من ده كله ان هي من غير تضحيات. ده بالظبط اللي حصل معايا في تجربتي مع شاشه الجيجا بايت الام او 34 دبليو كيو سي 2 اللي بتيجي ببانل كيو دي اوليد بمعدل تحديث 240 هرتز و2K الترا وايد، واللي قدرت تستفزني ان اخد قرار النزول من ال 360 هرتز لل 240 هرتز وكمان ابقى مبسوط قوي. واو بجد انا حاسس ان انا اول مره اعمل اللعبه دي. يعني انت بتتكلم من اول عن الكيرف اللي طبعا مخليك يعني داخل كده جوه اللعبه شويه، مع الالوان بتاعت الشاشه دي اللي هكلمك عنها كمان شويه، وضيف عليها ان انت انا اول شايف 240 هرتز بجد، لان الاوليد الريسبونس تايم بتاعه قليل، فانت مش شايف بقى جوستنج ولا انت شايف سميرنج ولا انفيرس جوستنج ولا اي كلام من ده. بنتكلم عن صوره بمعنى الكلمه هي صوره مثاليه. لكن انت عارف الصدمه الحقيقيه كانت فين؟ لما عملت معايره الالوان الشاشه دي وتلاقيت ان انا قادر اوصل لمعامل انحراف دلتا ايه نص، وده رقم شاشات حرفيا موجهه اصلا للشغل بتبقى صعب ان هي توصل له. ده ناهيك طبعا على قدره الشاشه ان هي تعرض اكتر من مليار لون لانها 10 بت، طبعا مع التايم لاين العريض جدا اللي يرمح فيه الجمال. قادر اخد تجربه ممتازه جدا في اعمال المونتاج، بل اي حاجه كمان بتعتمد فيها على الكالرنج او الالوان. بس وسط الانبهار ده كله كان في سؤال غريب عمال كده بيزن ويون في دماغي، مش يمكن الشاشه دي تديني افضليه في الالعاب التنافسيه؟ من هنا انا جربت ان انا اخد تجربه بنفسي في لعبه فورتنايت علشان استكشف الاجابه، وبصراحه التجربه كانت اكتر من صادمه. بس قبل ما اقول لك اللي حصل لازم طبعا اكون صريح معاك، لان انا كنت قلقان من 5 مصايب مشهوره بيهم شاشات الاوليد، ولو واحده فيهم بس موجوده وبقوه اكيد نتيجه التجربه دي كلها مهما تكن مش هيبقى لها اي 30 لازمه، لان ببساطه المصايب دي كفيله ان هي تدمر حياتك وتخليك على طول عايش في صداع وعدم تركيز وتشتت انتباه. واكترهم شهره البي دبليو ام السطوع القليل والتطبيع والكويل واين، واخيرا حاجه اسمها الفي ار ار فليكرنج، ودي حاجه كده فيها حوار جامد هقول لك عليه كمان شويه. والمفاجاه ان الشاشه دي كسرت اللعنه. وده الاسيلوسكوب، هنحط بس الحساس ده كده ينور، مفيش اي بي دبليو ام خالص يعني بجد شاشه فوق الشو، ولا حتى فيها كويل واين يزن في ودانك وانت مشغلها على اعلى سطوع، وده بيدل على ان جوده التصنيع الداخليه نوعا ما جيده. بل اللي صدمني اكتر هنا هو ان السطوع، لان الشاشه بتوصل ل 420 نتس على وضع خاص في محتوى الاس دي ار، وده رقم قليل تلاقيه في شاشات الاوليد، خصوصا ان الوضع العادي ده بيقف عند 240 نتس بس. بل اللطيف في الموضوع على السطوع 420 نتس برضو ما كانش بيحصل كويل واين في كل ظروف الاستخدام، الا لو انا مشغل شاشه بيضه 240 فريم، وبرضو الصوت اللي بيحصل لازم تحط ودانك جوه فتحات التهويه، وبرضو مش هتحس بيه ساعات وساعات، يعني اللي هو حاجه مستحيل تحس بيها اصلا. بل من الحاجات الجامده قوي في الشاشه دي ان موجود فيها حمايات الاجيال الحديثه، مع ان البانل فيها من الجيل الاول. طيب بص يا ريس كده، من الحاجات اللي انت ممكن يعني تجنك شويه من الشاشه دي، خلينا كده اعملها لورا. بص الحواف دي، شوف الحته دي كده ممكن تلاقيها النهارده ازيد من الحته دي، حتى هو فعلا والله ده اللي حاصل. كمان شويه ممكن تلاقي دي ازيد من دي، وكذلك فوق وتحت. طب هو ايه اللي بيحصل؟ انا بيه ده جنان يعني ولا ايه؟ لا ده دي الخصائص بتاعت الاوليد او الحمايه بتاعت الاوليد. بص كده معايا في القائمه بتاعت الشاشه، لو رحت هنا كده ورحت رايح عند حاجه اسمها البيكسل شيفت. بص مجرد ما هقفل البيكسل شيفت، سواء انا اعمل دي كده اهو، قول لي هتلاحظ الشاشه اتحركت ولا لا؟ اهو اوف، شفتها اتحركت ازاي؟ الصوره كده للجنب ده كده اجت في النص تاني. طب هو ايه اللي بيحصل؟ الشاشه علشان الليد ما يفضلش ثابت على صوره لفتره طويله، بتفضل تتحرك قدامك يمين شمال وفوق تحت طبعا من غير ما حضرتك تحس، فبالتالي ده يخلي الشاشه تعيش معاك فتره طويله، لدرجه ان جيجا بايت مديه 3 سنين ضمان على البيرن ان. لو حصل بيرن ان انت حقك ان انت ترجع للضمان. طبعا في عندك بقى كذا حاجه تانية زي الاستاتيك كنترول، ان هي تحس بالحاجات الثابته زي اللوجوهات والمابس والكلام ده، تقلل الاضاءه بتاعتها. والاهم من ده كله ان انت عندك حاجه اسمها البيكسل كلين، دي خاصيه بتعمل ريست للبيكسلز كلها بتاعت الشاشه. واحلى حاجه ان الشاشه هنا ذكيه، ان هو انت لما بتقفل الجهاز اصلا هي بتعمل الموضوع ده وترجع تلاقيها ثابته. اما عن المشكله الاخيره الفي ار ار فليكرنج هكلمك عنها كمان شويه بعد ما اعرفك ايه اللي حصل في الاختبار مع فورتنايت. طبعا يا جدعان دي دلوقتي كده ايه فورتنايت، عندنا شايفين من اول الشجره دي للشجره دي، ده المنظور اللي انا شايف فيه اي حد بيجري اقدر ان انا اقوم واخد السلاح بتاعه مديله على عينه، صح؟ ادي لحد الشجره الصفراء، في بعدها شجره صفراء شويه، وناو جزء من الشجره الثانيه اللي
اللي هي الخضره دي. طيب انا بقى دلوقتي لو رحت رايح للمنظور الطبيعي بتاع كل الشاشات بتاعتنا اللي هو 16 ل9، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا مش هبقى شايف من الجزء، كان هنا في شجرتين المفروض راحوا، هنا الجزء ده كمان من قبل الشجر راح، كل ده ما عينتش شايفه خالص. فبالتالي المشكله فين؟ المشكله ان انا لما يكون مثلا عدو ليا واقف بيشوفني من منظور او من منظور تاني مقابل ليا بس مشفت شويه للجنب، هو مش هيشوفني نهائي ومش هيعرف عني، لكن انا هبقى شايفه بوضوح ورصده واضربه، لدرجه ان هو ممكن يفكر ان انا محكر اللعبه او ان انا جايب برنامج غش مش قانوني ولا جو من ده. لكن في الحقيقه انا شايف ان ده غش صريح وقانوني، اقدر من خلاله ناخد افضليه على اي حد. على فكره يا جماعه انا في حاجه مزولاني، انا بتكلم السكتين دول مزوليني جدا جدا، يعني جيجا بايت كان المفروض تشوفوا لكم حل يعني ويتخافوا ما يبقوش. وده بينقلنا لاهم جزئيه بالنسبه لي في اي منتج بعمل له ريفيو، العيوب. الشاشه هنا فيها عيوب نوعا ما مش منطقيه، وعيوب طبيعي ان انت تلاقيها ومنطقيه جدا، زي مثلا الستاند بتاعها بيتحرك بيطلع فوق وتحت يمين شمال وبيتشقلب ويقول بابا اوبا، والارتفاع اللي بيطلع له كبير جدا عشان تبقى عارف، ولكن ما بيقفش في وضعيه البورتريه. طبعا الشاشه مع العرض دي طبيعي جدا ان احنا ما نشوفهاش في وضعيه البورتريه، فده عيب منطقي. كذلك برضو من العيوب المنطقيه جدا وهي مشكله الاضاءه او الامبيانت لايت مع شاشات الكيو دي اوليد في كل الدنيا، موجوده في كل الشركات، سواء كان وش الشاشه جلاسي زي دي او زجاجي او النوع المط، وهي ان انت لو في اي مصدر ضوء موجه بشكل مباشر للبانل هتحس ان اللون الاسود بتاعها فتح شويه. ضيف على ذلك المشكله اللي اجلتها من شويه الفي ار فليكر، دي مشكله معروفه بقى في كل شاشات الاوليد في كل مكان في كل الفئات، وهي انك انت بتحس كده بفليكر بسبب اختلاف درجات الاضاءه بشكل مباشر وحاد. لما بتشغل الفري سينك على فريمات قليله بتلاقي كده في الاماكن الضلمه حتت كده بترعش كده من بعيد. الحلو هنا هو ان على قد ما المشكله دي موجوده، لكن مش بتظهر بالشكل العادي اللي متعارف عليه، لا هي بتظهر بس وقت ما بيكون في دروب عنيف او مشاكل الدروبات برضو اللي بتحصل في اللودنج سكرين. لكن عن نفسي كنبيل انا جربت العب والبيئه بتكون فيها مليله بالليل في عز الضلمه وما حصلش معايا اي مشاكل خالص في الفليكر، فانا اقدر اقول لك ان هي ممتازه، لكن ما اقدرش اقول لك ان العيب مختفي 100%. لكن لو هكلمك بقى على عيب من وجهه نظر مش منطقي من جيجا بايت، الا وهو البورتات المتاحه في الشاشه دي. دلوقتي احنا عندنا يو اس بي بورتس، وتعرف توصل عليهم الماوس والكيبورد بتوعك، وتعرف تشغل كمان الكي في ام عشان لو موصل كذا جهاز تقدر توصل ماوسك والكيبورد على الشاشه وتبدا تنقل ما بين الجهازين عن طريق الشاشه، وبتنقل معاك الماوس والكيبورد. لكن اللي مش لطيف ان اليو اس بي باور ديليفري ما بيدعمش اكتر من 16 واط، وده شيء مش منطقي. لو معايا لابتوب مثلا زي الماك بوك برو او لابتوب اي لابتوب معايا، مستحيل 16 واط دول ان يسمحوا ان انا اشحن اللابتوب وما ينقصش وانا شغال، اكيد اللابتوب هيموت مني. كذلك برضو ان هو الاتش دي ار ما اقدرش اقول لك عليه ان هو سيء، الاتش دي ار ان هو 400 كويس. لو انت مجرب شاشه اتش دي ار 1000 لا هتحس بفرق ملحوظ، فانت لازم تبقى واخد بالك من حته الاتش دي ار دي. على كل كنبيل انا اقدر ادي لك الختم البلبلي على هذه الشاشه دي بتدي تجربه ممتازه جدا جدا. في شاشات تانية في نفس الرنجها السعري مش بتدي لك التجربه دي نهائيا، وما تقولش ان انا قلت لك شاشات الاي بي اس 360 هرتز، ابعد عنها. لحد هنا يكون الفيديو ده خلص، كان معاك البلبل، سلام.